السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله شارك معاكم يوم كامل في الرجيم. الناس اللي عاوزة تخس بشكل صحي متوازن، نظام غذائي صحي. هطبق معاكم النهاردة نظام الصيام المتقطع. الصيام المتقطع كلنا عارفين ان هو صيام 16 ساعة، والوجبات كلها بتبقى خلال 8 ساعات. بيبقى وجبتين مثلا وعشاء بسيط جدا او سناك في النص، وممكن ناخد قهوة. طبعا برضو خلال فترة الصيام اللي هي بتكون 16 ساعة بنشرب مية، بنقدر ناخد مشروبات من غير سكر، زي مثلا شاي، قهوة، ممكن نسكافيه بلاك اللي هو معلوش اي اضافات برضو من غير سكر. اهم حاجة مفيش حاجة عليها ولا لبن ولا سكر ولا اي مثلا حاجة زي كافيمات اللي هي طبعا اللي بيخلي النسكافيه، او في ناس كتير بتقول ان النسكافيه بيتخن، ان في ناس بتاخد التلاتة في واحد او الكوفي ميكس والحاجات دي كلها. الحاجات دي بتبقى معمولة من زيوت مهدرجة زي زيت النخيل، فدي طبعا كلها مش صحية وما ينفعش ناخدها اصلا في الدايت خالص. طب لو انا مثلا بحبها متعودة عليها، ممكن اخدها مرة واحدة في الاسبوع، بس يعني مش كل يوم، لانها هتثبت الوزن وممكن تخلي يعني ان احنا ما نعرفش ننزل كويس بصورة كويسة. انا هنا طبعا بجهز وجبة الفطار. اول حاجة هنا حطيت كده بيضة مقلية بحتة سمنة صغيرة، سمنة بلدي طبعا، معلقتين من الجبنة القريش، كنت بعملها عليها سلطة وخيار وفلفل كده حامي، وشريحة واحدة من التوست. كده طبعا عندي هنا فطار متوازن مليان بروتين، خضار، نشويات صحية اللي هو الخبز الأسمر. طبعا كده يكون وجبة فطار حلوة جدا ومتكاملة. عايزه اقول لكم معلش انا كنت غايبه عنكم بقالي فتره طويله، ما كنتش بقدر اصور خالص، تعبانه جدا الفتره دي، يا ريت تدعولي. يعني الظروف الصحيه بتاعتي، يعني كان عندي ظروف صحيه وكده، فسامحوني بقى ان انا بتاخر عليكم، بس هحاول والله ان انا ما اتاخرش عليكم. وطبعا احنا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله كده نقدر ان احنا نحافظ على وزننا في شهر رمضان، وباذن الله برضو الناس اللي عاوزه تخس قبل رمضان، ال20 يوم دول برضو تقدروا تنزلوا فيهم وزن كويس قوي، عشان بقى رمضان والعزومات بقى والحلويات والحاجات دي. بعد الفطار بقول لكم تقدروا طبعا تشربوا قهوه. يعني انا مثلا بعد الفطار بساعه كده بحب اشرب فنجان قهوه، اللي هو بعد الظهر كده على العصر، يعني على حسب طبعا المواعيد. ممكن نبدأ الصيام من الساعة 12 الظهر، ممكن اي وقت، يعني ممكن بعد ما نصحى. لو انتوا مثلا من الناس اللي بتصحى متأخر قوي وبتسهر بسبب اطفال صغيرة او كده، ممكن عادي تبدأوا من بعد العصر حتى الاكل. المهم ان احنا اول ما نصحى يعني نحاول نصوم ساعتين، نشرب فيهم مية بس. وطبعا احنا هنحسب الساعات وهنحسب ال8 ساعات اللي من اول ما نبدأ اكل فيهم، وبعدها هنحسب بعدها 16 ساعة صيام. القهوة انا بعملها من غير سكر او بسكر دايت، براحتكم خالص. لو هتستخدموا سكر ابيض ممكن نص معلقة، يعني حلو قوي لو اخدنا معلقة في اليوم. حتى الناس اللي هي لسه مش متعودة ان هي تمنع سكر، يعني معلقة في اليوم هتبقى كويسة جدا. عايزه اكلمكم كمان عن الشاي بلبن والنسكافيه، بما ان في ناس كتير قوي بتقول هو بيزود الوزن. هو مش موضوع زياده وزن، يعني الشاي بلبن في دكاتره كتير قالوا كمان ان هو الشاي مش بيفقد اللبن فايدته، والكاكاو برضو يعني. فهو برضو بتستفيدي من الحليب عادي جدا. بس مشكلتهم ان هو السكر، كميه السكر اللي انت تحطيها، يعني هو عمره ما هيوقف الوزن. يعني انا لو واخده شاي بلبن من غير سكر، كأني بالظبط عامله نسكافيه بلاك من غير سكر بلبن برضو. فيعني بتاخدي سعرات اللبن وسعرات النسكافيه بتبقى بسيطة جدا، فمفيش مشكلة خالص يا جماعة. الشاي بلبن مش بيثبت الوزن، النسكافيه طالما نسكافيه بلاك مش عليه اضافات وحليب بس، ما بيزودش الوزن خالص ولا بيعيق نزول الوزن. انا قدرت اخس وزن كبير قبل كده، وكنت باخد يوميا نسكافيه بلبن، بس نسكافيه البلاك. ممكن قهوة برضو بلبن عادي او قهوة سادة زي ما انا عملتها كده، يوم كده يوم كده نوعه، مفيش مشكلة خالص. وممكن كمان تاخديها في وجبة الفطار. بالنسبة بقى لوجبة الغدا، طبعا الصيام المتقطع غالبا لما بطبقه في ايام ما باخدش فيها سناك خالص يعني. اصلا الصيام المتقطع فايدته ان هو بيخليكي مش جعانة، فدي احلى حاجة، ان انتي بتعودي الصيام بيخليكي نفسك مقفولة فترة طويلة. كمان بيحرق دهون اكتر من اي نظام تاني، فده اللي بيخليني دايما اشجع الناس عليه. وكمان صحي جدا جدا، وبيفرز هرمونات، يعني هرمون النمو او الجروث هرمون، فده حاجة جميلة جدا، بيدي صحة اكتر وشباب اكتر. فيعني فوائده كتيرة جدا وملوش اضرار الحمد لله. هنا بقى كنت بشوح اللحمة كده زي ما انتوا شفتوا، حطيت حبهان ورق لوري وبصل، وبحطيت بعدها مية مغلية. وطبعا تسوية اللحمة بالطريقة العادية جدا جدا جدا. هسوي لحمة وهعمل النهاردة ان شاء الله فاصوليا خضراء.
الفاصوليا من الاكلات الجميله جدا وكلها طبعا فوائد. السبانخ، فاصوليا، باميه، كوسه، الحاجات دي كلها حلوه جدا، نحاول ندخلها في اكلنا. وده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنحاول نخس باكل البيت الصحي، يعني ان احنا ناخد خضار، ناخد بروتين كده. وطبعا انا بنزل ايام تانية بيبقى فيها وجبات اقتصادية جدا، فيها عدس وفيها كشري وفيها تونة، وفي يعني حتى قلت لكم قبل كده ممكن ناخد بيض لوحده او جبنة قريش حتى كنوع من البروتين في الغداء. ما تعملوش نفسكم بنوع معين. هنا بقى الفاصوليا دي فاصوليا خضرة، طبعا كنت مقطعاها كده. وطبعا بعد ما تسبكت شوية، يعني ما تسبكتش قوي الصلصة، بحب كده انزل بالفاصوليا تاخد لها معاها غلوة يعني تستوي مع الصلصة لحد ما تتسبك. بعد كده هبدأ اضيف لها المرقة او الشوربة. طبعا هي اهي بتكون بدأت تستوي، يعني بيبقى حاجة بسيطة. بحط لها بقى الشوربة بتاعة اللحمة بعد ما تستوي كويس، واحط لها الملح وكل حاجة. دي طريقتي في الخضار عموما. بامية، بس البامية طبعا بزود لها توم. انا ما بزودش على الفاصوليا توم بصراحة. في ناس بتحب تدخل التوم كتير في الاكل، بس انا بكتفي بالبصل. وهنا طبعا اللحمه زي ما انتم شفتوا دي لحمه من العرق، يعني اخدت منها قطعه كبيره، يعني ما شاء الله كويسه جدا. وهنا بقى 5 معالق من الرز. فهنا وجبه برضو متكامله، فيها خضار وفيها بروتين وفيها نشويات، وكميه النشويات مش كتيره. كمان لما بتاخدوا حتى نشويات يعني مع الصيام المتقطع بتخسوا وزن كويس جدا. يعني مش معنى ان انتوا بتاخدوا نشويات ان انتوا مش هتخسوا، ده ملوش علاقه. اهم حاجه ان انا باخد نشويات كميه بسيطه. والطبخ ما بستخدمش زيت مثلا، بستخدم سمنه بلدي او زبده فلاحي وقطع بسيطه. غير ان احنا بنستخدم للاكل كله. بعد كده باخد الوجبه بتبقى طبعا جزء من الاكل كله، يعني مش باخد الكميه الدهون دي كلها ليا انا لوحدي، يعني بتبقى متوزعه على كميه الاكل. طبعا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، عشان انا بقالي فتره غايبه، فعايزه الفيديو ده يترفع ويوصل لناس كتير، لان اكيد طبعا مش هيجيلهم اشعارات بما اني كنت غايبه فتره. وهو اليوتيوب كده بصراحه لما الواحد بيغيب ما بيوديش اشعارات للناس كتير، ومش كل الناس بتشوف الفيديو. فعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس، بحيث ان احنا نكتبوا كومنتات كتير، بحيث ان هو يوصل لناس تانية ان شاء الله ويشوفوا الفيديو. وهنا بقى قطعت كيوي كده، قطعت 2 كنت مقشراه وقطعت. طبعا الكيوي مفيد جدا وحلو قوي للتخسيس. عفوا. بعد كده بقى احط معاه زبادي. وهيبقى ده العشاء بتاعي النهارده، عشاء خفيف كده. سامحوني انا يعني الايام دي زي ما انتم شايفين كده وانا بتكلم نفسي قصير جدا جدا جدا، يمكن صوتي بيتغير، مش قادرة اتكلم، فسامحوني. بقالي فترة طويلة بصراحة نفسي قصير جدا جدا جدا. معلش بقى، ومعلش ان انا بغيب عنكم. والله هحاول ان انا التزم معاكم الفترة الجاية، بس دعواتكم كده، لاني انا مش ببقى قادرة اصلا اصور خالص، ولا ببقى قادرة افكر حتى اعمل ايه. فده اخر حاجة هاكلها النهاردة العشاء بتاعي. اشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد. مع الف سلامة.